السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه اخباركم؟ اول حاجة، القناة اللي احنا عاملينها دي هدفها ايه؟ هدفها ان الطالب يذاكر، ان احنا نذاكر مع بعض. هنعمل ايه؟ هنحل الاداء الصفي والاداء المنزلي ونحل التقييمات مع بعض. هناخد درس، اول درس في السنة رابعة. اصلا هما لسه واخدين مادة العلوم، فانتوا مش عارفين يعني ايه علوم. العلوم ديت يعني انا بعرف الكائنات الحية بتعيش ازاي، يعني تركيبها، ازاي بتتكاثر، معيشتها عاملة ازاي، والحاجات ديت. يعني كل حاجة ليها علاقة بالكائنات الحية هي دي مادة العلوم ديت. هندرس فيها أي حاجة بقى عن الكائنات الحية. أول حاجة عندنا يعني إيه تكيف؟ التكيف ده عبارة عن سمة في الكائن الحي. طب هي السمة دي موجودة ليه؟ عشان تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر. يعني ايه الحاجة اللي ربنا خلقها في الكائن ده عشان يعيش في المكان ده؟ زي مثلا هناخد اول مثال وهو الدب القطبي. مش الدب القطبي البيئة بتاعته ايه؟ مش القطب الشمالي؟ ايه الحاجة اللي ربنا خلقها فيه عشان يعرف يعيش في القطب الشمالي؟ هتلاقي ان هو التكيف بتاعه. يعني ايه بقى التكيف؟ هي السمة اللي بتساعد الكائن الحي عشان يعيش في البيئة اللي هو يعرف يعيش فيها ديت. طب هي ايه؟ طب ليه؟ عشان للبقاء والتكاثر. طب أول حاجة احنا عارفين الدب القطبي ده بيعيش فين؟ بيعيش في القطب الشمالي. طب ايه بقى اللي بيساعده؟ ايه التكيف بتاعه عشان يعرف يعيش في المكان ده؟ قالك بيمتلك فراء بيضاء للتخفي بين السلوك وكثيفة للتدفئة. يبقى هو عندي فراء بيضاء كثيفة. كثيفة ليه؟ للتدفئة، عشان يعرف يعيش فين؟ في البيئة بتاعته دي اللي هي في القطب الشمالي. طب ليه بيضاء؟ عشان يتخفى بين السلوك. يبقى هي ليه بيضاء؟ عشان يتخفى بين السلوك. طب ايه هي؟ هناخد مصطلح تاني اسمه التخفي. التخفي ده يعني هو شكل من اشكال التكيف او صورة من صور التكيف. طب ازاي؟ طب بتعمل ايه؟ بتساعده على الاختفاء. طب هو الكائن الحي ده بيختفي ليه اصلا؟ قالك بيختفي يا اما خوفا من كائنات المفترسة، يا إما عايز يتسلل عشان يصطاد الفريسة. فأنا عندي دي هي يعني إيه تخفي. طب تمام. طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن التكيف والتخفي، واحنا اتكلمنا عن أول مثال اسمه الدب القطبي. قالك بيعيش فين؟ في القطب الشمالي. القطب الشمالي. طب التكيف بتاعه يمتلك فراء بيضاء للتخفي فين؟ بين السلوك وكثيفة ليه؟ للتدفئة. يعني علل الدب القطبي يمتلك فراء بيضاء وكثيفة، فهنقول ليه؟ للتخفي بين السلوك وكثيفة للتدفئة. طب ايه الفرائس اللي الدب القطبي بيحاول يتسلل ليها؟ قال لك الأسماك. في فرائس صغيرة وفرائس كبيرة. طب ايه الفرائس الصغيرة؟ قال لك الأسماك. قال لك ايه؟ الأسماك. طب ايه الفرائس الكبيرة؟ قال لك الفقمة أو أسد البحر. أنا عندي أو بعد ما خلصنا الدب القطبي هندخل على الدب البني. طب الدب البني بيعيش فين؟ قالك بيعيش في الغابات. قالك التكيف بتاعه إن الفراء بتاعته داكنة. طب داكنة ليه؟ قالك عشان يتخفى بين الأشجار. ليه بيتخفى بين الأشجار؟ وعايز إيه يعني لما يجي يتخفى بين الأشجار؟ قالك عشان يصطاد، عشان يبقى شكله نفس شكل الأشجار فالحيوانات ما تشوفوش فيعرف يفترسها. بعدين عندنا الوشق المصري. ماله الوشق المصري ده؟ قالك التكيف بتاعه إنه بيمتلك فراء بنية. يمتلك إيه؟ فراء بنية. ليه؟ للتخفي بين الرمال. قالك هل إحنا بقى عايزين نعرف حاجة، سؤال: هل يتغير لون الفراء الحيوان بتغير الفصول؟ قالك أيوة. بس فين؟ في الثعلب القطبي. لسه هناخده دلوقتي. بس إحنا دلوقتي بنتكلم عن الوشق المصري
ماله التكيف بتاعه ان هو يمتلك فراء بنية؟ ليه؟ للتخفي بين الرمال. ماشي. سؤال كده، هل يتغير لون الفراء الحيوان بتغير الفصول؟ نعم. فين؟ في الثعلب القطبي، لسه هنشوف شكله. احنا اتكلمنا عن التكيف، كل التكيف اللي اتكلمنا عنه معظمه تكيف تركيبي، حاجة في جسم الكائن الحي اللي هي لون الفراء ده مش في تركيبه، يبقى اسمه تكيف تركيبي. انا اصلا انواع التكيف ايه؟ تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. من اسمه تركيبي، تركيبي يعني في تركيب جسمه. طب سلوكي يعني في سلوك، في ايه؟ سلوك، تغير في سلوك مجموعة من الحيوانات. يبقى أنا عندي أنواع التكيف، تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. التكيف التركيبي عبارة عن ايه؟ تغير في تركيب أحد أجزاء الجسم. طب التكيف السلوكي تتغير في سلوك مجموعة من الحيوانات، عبارة عن السلوك فيها حركة. لكن التركيبي حاجة في جسمه. جسم مين؟ جسم الكائن الحي. هنتكلم عن أمثلة في التكيف. عندنا اللي هو التكيف السلوكي والتكيف التركيبي. ايه التكيف التركيبي؟ قالك مخالب الصقر هتلاقيها حادة. ليه؟ عشان هو بيصطاد، عشان الصيد. طب تمام. بعديها أرجل البط هتلاقيها مفلطحة. ليه؟ عشان العوم. وهي متكيفة مع العوم ازاي؟ اللي هي تفلطح أقدامها. أرجل البط، أرجل البط بتبقى مفلطحة ليه؟ للعوم. طب مخالب الصقر تبقى حادة ليه؟ للصيد. طب عندنا بقى التكيف السلوكي، مش قلنا تكيف السلوك هو تغير في السلوك؟ عندي هجرة الطيور، مش دي فيها حركة؟ فيها سلوك، فيها إن هي بتهاجر. طب طالما بتهاجر يبقى تكيف سلوكي. ليه؟ ليه بتهاجر؟ قالك للبحث عن الدفء والغذاء. قالك ليه؟ للبحث عن الدفء والغذاء. بعدين عندي ايه مثال تاني على التكيف السلوكي؟ قالك تجمع البطاريق في مجموعات للدفء. قالك تجمع البطاريق في مجموعات للدفء. يبقى تجمع البطاريق ده مش سلوك؟ ايوه سلوكي. يبقى هو تكيف سلوكي. ليه؟ للدفء. هنتكلم دلوقتي عن ثعلب الفنك. بيعيش فين؟ قالك بيعيش في الصحراء الحارة الجافة. قالك الأذن بتاعها ايه؟ طويلة. الأذن بتاعتها طويلة. ليه؟ قالك لفقد الحرارة وتبريد الجسم. يبقى هو بيفقد الحرارة من مين؟ من الأذن بتاعته، أذنه الطويلة. طب تمام. ليه؟ عشان يبرد الجسم. قالك الفراء بتكون بنية. ليه؟ للتخفي في البيئة الرملية. يبقى أنا عندي علل الأذن طويلة في ثعلب الفنك. هنقول ليه؟ لفقد الحرارة وتبريد الجسم. طب عندي الفراء بنية في ثعلب الفنك. ليه؟ للتخفي في البيئة الرملية والصخرية وللحماية من الشمس الحارقة. بعدين عندنا الثعلب القطبي. قالك الأذن والسيقان قصيرة. علل للحفاظ على درجة حرارة جسمه. يبقى أنا عندي ثعلب الفنكات ودانه أو أذنه طويلة. ليه؟ عشان عايز يفقد الحرارة ويبرد جسمه. لكن الثعلب القطبي بيعيش في التندرة الباردة. يبقى الأذن بتاعته مش لازم تكون طويلة عشان يفقد، لا هو عايزها تبقى صغيرة عشان يحافظ على حرارة جسمه. يبقى أنا عندي الأذن والسيقان قصيرة. ليه؟ للحفاظ على درجة حرارة جسمه. قال لك الفروق كثيفة. طب ليه كثيفة؟ مش هو في التندرة الباردة؟ طب الفروق كثيفة أكيد لتدفئة جسمه. هنكمل المقارنة بين ثعلب الفنك وثعلب القطبي. عندي ده بيعيش في جحور وده بيعيش في جحور. لكن الهدف من العيش في الجحور في ثعلب الفنك للحفاظ على برودة جسمه. لكن في الثعلب القطبي اللي عايش في جحور لتدفئة جسمه ايه؟ ليلا. عندي هنا في تنوع غذاء وهنا في تنوع غذاء. عندي التنوع الغذائي في الثعلب الفنك لإيه؟ لندرة الغذاء في الصحراء. وعندي التنوع الغذائي هنا عشان برضو ندرة الغذاء، بس مش في الصحراء طبعا، دي غلط. آه عندي الثعلب الفنك بيلهث بمعدل ايه؟ 700 نفس في الدقيقة. بيلهث بمعدل ايه؟ 700 نفس في الدقيقة. عندي دلوقتي الثعلب القطبي.
قالك بيتغير لون الثعلب القطبي من اللون الأبيض في فصل الشتاء للون البني في فصل الصيف. قالك ليه؟ للتخفي والتسلل ليصطاد الفرائس فين؟ في أي فصل؟ في أي إيه؟ فصل. ليه؟ طب أنا عندي الشتاء بيبقى فيها سلوك، ففي السلوك ديت هو بيعرف يتخفى فيها، لكن في الصيف السلوك دي بتدوب فما بيكونش فيه سلوك. طب هو يتخفى ازاي؟ لازم يرجع للون الايه؟ البني. ليه؟ عشان يعرف يتخفى. يبقى انا عندي بيتغير لون الثعلب القطبي من اللون الابيض في فصل الشتاء للون البني في الصيف. ليه؟ للتخفي والتسلل. ليه؟ ليصطاد الفرائس في اي فصل. هي ممكن تجيلي بسؤال علل. ماشي. بعدين قال لي يقوي شكل الأذن للثعلبين من حاسة السمع. يبقى أنا عندي الثعلب القطبي وثعلب الفنك الشكل بتاعها بيعمل إيه؟ بيقوي من حاسة السمع، مما بيساعده على إيه؟ على الصيد. ده اللي بيساعده على الصيد. في جزء تاني هبقى أنزله لكم من الدرس ده عشان الدرس ده طويل.